السلام عليكم ورحمة الله متتبعين الطباخة السوسية، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. عندي الدجاج اللي غسلته ونقيته وقطعته مكعبات صغيرة. عندي المقلاة اللي درت فيها 3 معالق من الزيت، وغادي نشحر الدجاج ديالي مزيان، وغادي نزيد معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الابزار، ومعلقة صغيرة من بودرة الثوم ما عمرش، يعني ربع معلقة، ومعلقة ديال الزعتر اللي حتى هو كذلك منقي. الدجاج ها هو طاب، غادي نطفي عليه. غادي ناخذ البطاطا اللي نقيتها وقطعتها كذلك مكعبات صغيرة، غادي نقليها في الزيت من بعد ما سخنات. غادي نخلي البطاطا ديالي كتقلى. من بعد ما تقلات غادي نزولها على النار بهذا الشكل. غنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي 3 معالق ديال الزيت، وعندي 3 معالق ديال الطحين. غادي نخلطهم جيدا، وغادي نزيد عليهم نصف لتر من الحليب باش نصيب البيشاميل اللي غادي نصيبوا بها الكوزاميه ديالنا. غادي نضيف فيها كذلك 3 قطع من الجبن ديال السندويشات. غادي ندوز باش نمونطيها معكم. غادي ندير البيشاميل في الاول في المول. غادي نقاد البيشاميل وغنسرحو مزيان، وغادي نضيف البطاطا اللي قليت. غادي نضيفها بالتساوي وقدوها من الجوانب كذلك، وغادي نضيف الدجاج. غادي نوزع الدجاج بهذا الشكل. بعد ما غادي نوزعو كامل على الجوانب. ما تنساوش جيمو لايك والبارطاج الفيديو وتابوناو معنا في القناة باش توصلوا بكل جديد. غادي نزيد البيشاميل وغادي نوزعو كذلك على الجوانب، وغادي نزيد البطاطا كذلك من الفوق، وغنكمل بالبيشاميل بهذا الشكل. فهي كتجي رائعة جدا، ولذة لا تقاوم. جربوها لوليداتكم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم عبر المواقع التواصل الاجتماعي. الله يجازيكم بخير على المشاهدة. من بعد ما وزعت البيشاميل كاملة غادي ندير الفرماج كذلك من الفوق بهذا الشكل. غادي نوزعو كامل بهذه الطريقة، وغنديه الفرن اللي شاعل على 180 فرن ديال الضوء بهذا الشكل، وغنخليها تقاطينا. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. فهي تجي رائعة جدا. نتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوها مع احبابكم وصحابكم، وديروا ابوني واشتراك جيم لايك الى باقي ما درتوهاش. والله يجازيكم بخير. هذا هو الشكل ديالها. فهي تجي رائعة جدا وبنة لا تقاوم صراحة. شي حاجة رائعة جدا. كنتمنى تجربوها معلكة وكتجي رائعة. هذا هو الشكل ديالها. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو قادم إن شاء الله.